مع افضليه لفريق المغرب التطواني في وسط الميدان، لان بكل صراحه سعيد فتاح والراد الوحيدين اللي في وسط الميدان، لان اللاعب الصالحي ملي كتضيع الكره كيحاول يرجع يسلم للمسانده فريق في وسط الميدان الرجاء، لكن ما عندوش هذه الخاصيه في استرجاع الكره. لكن كنظن ان فريق المغرب التطواني كانت له افضليه وكانت له رغبه اكثر للوصول للمرمى مع بدايه. واكيد انا ما لاحظنا خلال هذا الشوط الاول ان فريق المغرب التطواني يختلف في مباراته الاخيره عن فريق شباب المسيره، بحيث نلاحظ ان فريق المغرب التطواني لديه تلك الرغبه كما قلت للفوز، لان اكيد ان المسؤوليه المنوطه على اكتاف اللاعبين هي بعد وكل المحاولات الى لاحظت خبنيس وكل المحاولات تاتي من الجهه اليمنى للمغرب التطواني، هذه محذوف شبه غائب يعني. نعم، خصوصا في الشق الهجومي وحتى في الشق الدفاعي، لان شفنا العديد من المحاولات جات من طريق الجهه اليمنى لفريق المغرب التطواني. هذه محاوله ديال اللاعب السباعي اللي كانت اشاره في الدقيقه 14، يعني بعد 3 دقائق تاتي الهدف الاول. متابعه جيده للاعب خضروف. اعتقد ان مع التسديده ديال لعيب جاحو كنظن ان فريق دفاع فريق الرجاء البيضاوي كان نائما في هذه اللقطه، لان كان عليه. تحدثت عن اللاعب خضروف، ربما كان الورقه الرابحه لفريق المغرب التطواني خلال هذا الشوط الاول. تحرك بشكل جيد وكان يلعب دائما عن طريق الكرات اللي ترسل من لاعب جحوح واللاعب الطالبي في ظهر دفاع فريق الرجاء البيضاوي. فتسديده جميله ديال اللاعب جحوح. التدخل كان اروع من الحارس جرموني، لكن المتابعه ديال اللاعب وهنا هدف التعادل لفريق الرجاء البيضاوي. الكره ارتطمت برجل اللاعب العمراني، غيرت المسار. ربما ان الحارس لم يكن يتوقع هذه الكره، كانت سهله بحيث استقرت فوق راس حارس بيسطا. لكن الشيء الجميل عند فريق الرجاء البيضاوي انه يعني بعد مرور تقريبا 3 أو 4 دقائق عاد في النتيجه، لان كان بامكان انه يصعب عليه المباراه لو تاخر في العوده في النتيجه. بعد ذلك كانت هناك السلاح اللي كان فريق الرجاء البيضاوي والتسديدات من بعيد لكل من بوشروان، بوشعيب المباركي وكذلك الصالحي واللاعبين القادمين من الخلف، لان عندهم كلهم لاعبين عندهم رجل قويه. كنظن ان بامكان كل فريق يوصل المرمى الفريق الاخر. ولكن اذا لاحظنا الهدف مره اخرى ان فريق المغرب التطواني كان دفاعه متاخر، بحيث ان شاهدنا اللاعب رابح ياتي في ظهر اللاعب بالاخضر. اللاعب رابح ياتي في ظهر بالخضر، بحيث بالخضر كان متقدم على بالرابح بشكل كبير في التسديد بالفعل. نعم، لكن هو تسديده يعني كانت تسديده جيده وارتطمت بالمدافع، ما كان على الحارس ما عنده عتب اي شيء يقوم به، لان تغير مسار الكره. تنشوفوا دائما اللاعب خضروف اللي دار متاعب، خلق متاعب كثيره لدفاع فريق الرجاء البيضاوي، خصوصا من الجهه اليمنى اللي كيتواجه فيها المحذوفي. دائما التسديد من بعيد لفريق الرجاء البيضاوي، اللعب في ظهر المدافع فريق الرجاء البيضاوي. بالنسبه لفريق المغرب التطواني اعتقد ان الافضليه لفريق المغرب التطواني كانت في وسط الميدان، لان كما قلنا كل من سعيد فتاح والراد ملي كتضيع الكره كيصعب عليهم ان بزياده عدديه ديال كل من جاحوح الطالبي والمرابط، فكتكون دائما لان اللاعب الصالحي ملي كتضيع الكره ما عندوش ديك الخاصيه لاسترجاع الكره، ولو انه كيرجع. لكن كيكون فريق الرجاء البيضاوي خطير ملي كيسترجع الكرات، لانه كيصبحوا تقريبا 5 لاعبين كيهاجموا، لان فريق الرجاء بكل صراحه في الهجومات ديالو كيهاجم اكثر عدد من اللاعبين، وبامكان انه يباغت فريق المغرب التطواني كذلك اذا استغلوا اللاعبين سرعه كل من مباركي واللاعب ابو شروان وكذلك اللاعب الصالحي. اللاعب الطير ملي كتضيع الكره يصعب عليه، لان التراوي البدني ديال اللاعب الطير بعد يلاه جاي من توقيف كثير. فكنظن ان هذه محاولات. كذلك اللاعب اللي شهب في بعض الاحيان يصعد لمسانده، وهذه كان بامكان ان العيني ان يباغت الحارس ديالو. على العموم فمباراه متحركه، شوط مشرف بكل صراحه. كذلك نشوف